بتتوب وانت بتصلي؟ ده حتى لو اللي جنبك اتوب بتتوب انت كمان زيه، مع انك مش عاوز تنام. التثاؤب ده من الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان، ولما تيجي تتاوب لازم تحط ايدك على بق، عشان الشيطان لما بنتاوب بيموت من الضحك. الشيطان بيبقى معاه ازازة كده بيشممها للي بيصلي، مش عشان يضحك عليهم بس، لا ده عشان يتمكن منهم ويضيع تركيزهم عن الصلاة. هتلاقي نفسك بقيت بتفكر في حاجات وانت بتصلي ونسيت الصلاة اصلا، هيخليك كسلان وعاوز تنام وعمال تفكر. والدليل على كده ان اول ما بتخلص صلاة بتلاقي النشاط رجعلك تاني وما بقتش بتفكر في حاجة. وعشان نتفادى الكلام ده ما تغمضش عينك وانت بتصلي، وغير الصور اللي بتقرأها في الصلاة، مش كل صلاة نفس الصور، حاول تجدد. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع؟ إنا نحن نزلنا الذكر، هو ده معناه إن ربنا أكتر من واحد؟ لا طبعا، القرآن نفسه بيأكد إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني ربنا واحد لا شريك له. طب ليه بيقول إنا ونحن؟ دي في لغة العرب اسمها جمع للتعظيم، بتتقال لما حد عظيم بيتكلم عن نفسه، زي ملك مثلا هتلاقيه بيقول لك نحن أمرنا الجنود، مع إنه ملك واحد، فالموضوع ملوش دعوة بالعدد. لكن في آيات الرحمة والمغفرة هتلاقي ربنا بيتكلم بصيغة المفرد، إني أنا الغفور الرحيم. راجل دخل الجنة عشان شرب كلب. كان في راجل ماشي في الصحراء وكان عطشان جدا، وأول ما لقى بير نزل وشرب منه، وهو طالع شاف كلب مطلع لسانه وعطشان وبيلحس التراب. الراجل حس بالكلب وقال زي ما أنا كنت عطشان ومش قادر أكيد الكلب ده كمان عطشان. راح نازل البير تاني وملى الجزمة بتاعته مية وطلع وسقى الكلب. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا شكره على العمل ده وغفر له ذنوبه ودخله الجنة. ربنا بيحب الرحمة حتى لو كانت لكلب عطشان. هو ينفع طفل يصلي بالناس إمام؟ ناس كتير بترفض وما ينفعش وعيب وازاي، لكن الدين بيقول غير كده. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طفل اسمه عمرو بن سلمة عنده 7 سنين، وكان حافظ القرآن أكتر من الناس الكبيرة اللي كانوا في قريته. فلما جه وقت الصلاة اختاروه هو يكون إمام، والنبي أقر بده، وده حديث صحيح في البخاري. يعني الإمامة مش مربوطة بالسن، لكن بالعلم وحفظ القرآن. يعني لو طفل فاهم الصلاة وحافظ القرآن مفيش مانع إنه يكون إمام. الدين علم مش دين سن وشكل.